الحديث الصحيح أن رجلا مر على غصن شوك فرآه في طريق الناس فقال لأنحين هذا الشوك عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. انظروا الشفقة على المسلمين، فهذا هو السبب الباعث، أنه يحب الخير للمسلمين ويكره الشر. قال صلى الله عليه وسلم فزحزحه عن الطريق فغفرت له ذنوبه. أصبح في ذلك اليوم وهو لا يدري أن السعادة كتبت له، أصبح في ذلك اليوم وهو لا يدري أنه سيزحزح عن نار جهنم، لأن من غفرت ذنوبه أمن من النار، ومن غفرت ذنوبه أمن من مكاره الدنيا ومصائبها. فكما أنه أمن المسلمين في طريقهم أمنه الله بمغفرة ذنبه. كل من غيب في قلبه الخير للمسلمين لن يعدم من ربه الخير، وكل من غيب في قلبه محبة المسلمين ومحبة الخير لهم والتواضع لهم وتوطئة الكنف لهم، صغار المسلمين كبار في عينه يرحمهم ويعطف عليهم ويشفق عليهم. من هنا يبدأ طالب العلم